انا حابه اكلمكم عن اجازه العيد وايه اللي هتعملوه فيها. يوم الوقفه انا كنت صايمه عادي، وجيت طبعا من بعد العصر كده لحد المغرب. طبعا ده كله متخصصه للدعاء بس ما نعملش فيه اي حاجه. بعدين بعد الفطار رحت قعدت اكمل مذاكره شويه، وبعدين بقى قضيت من بعد الساعه 12 كده بالليل لحد تاني يوم الصبح. طبعا ما نمتش خالص، كنت سهرانه مطبقه عادي، ورحنا عشان نذبح والحاجات دي كلها، وكنت صاحيه عادي خالص. وبعد كده رجعت نمت. ويعتبر اول يوم العيد ده كان 3/4 اخداه فري، العب فيه واعمل كل اللي انا عايزاه. من بعد كده بقى على اخر اليوم كده بتاع اول يوم العيد ده اللي بدات فيه اذاكر، وكان باقي ايام العيد كلها برضو كنت بذاكر. هتقسموا المنهج برضو علشان تراجعوه كله من اوله لاخره، سواء انتوا اللي تقسموه او المستر بتاعكم اللي يقسمه. حاولوا تخصصوا وقت برضو تحلوا فيه كل يوم من الايام دي، اثناء وانتوا بتراجعوا تحلوا جزء صغير، حتى لو صغير عادي، المهم انتوا تحلوا، الفيزياء محتاجه حل كتير.